السلام عليكم، انا حازم واقول اي حنكشه في الكوره. في مقوله بتقول خيانه الملك تجلب اللعنه على المملكه. بالتحديد سنة 1811 محمد علي باشا نفذ المذبحة الأشهر في التاريخ وهي مذبحة القلعة. محمد علي باشا كان المماليك زمان عاملين له دوشة كده في دماغه، فقال لك ايه، انا هعزمهم على حفلة في القلعة، ونفذ خطته في القلعة وحبسهم، وقامت المذبحة الأشهر في التاريخ. مش ده الموضوع ان المماليك بعد كده عملوا لعنة، او المذبحة ديت عملت لعنة اسمها لعنة المماليك في قلعة صلاح الدين الأيوبي. المهندسين والعلماء زمان كانوا بيحاولوا طول الوقت يطوروا او يحدثوا من القلعة بمشاريع وخطط كتير، بس ما عرفوش ينفذوا اي خطط او مشاريع من خططهم، عشان لعنة المماليك كانت بترفض اي حد او اي علماء يتدخلوا لتطوير القلعة بسبب اللعنة بتاعتهم. هنا علي معلول في النادي الاهلي برضو تسبب في لعنة في الجبهة اليسرى في النادي الاهلي. اخرها كانت في مباراة بيراميدز اللي اتصاب لاعبنا يحيى عطية الله وكريم الدبيس، خرجوا الاثنين تغييرات بين الشوطين، او يحيى عطية الله خرج تبديلة اولى في الشوط الاول، وكريم الدبيس خرج تبديلة تانية بين الشوطين بسبب لعنة علي معلول. مفيش لعيب من 2016 من ساعة ما جه علي معلول في الاهلي، مفيش لعيب قدر ان هو يستمر او يسيب بصمة في المكان ده غير اللاعب علي معلول. علي معلول زي ما احنا عارفين ان هو اتصاب بقاله حوالي سنة وكام شهر كده في ماتش، بالظبط ماتش ترجي في دوري ابطال افريقيا، خرج بديل بوتر اكيلس، ومن ساعتها حتى هذه اللحظة لم يشارك علي معلول مع النادي الاهلي في مباراة رسمية غير مباراتين، وهم كانت بطولة ودية بالنسبة للأهلي، بطولة كاس الرابطة أو كاس عاصمة مصر اللي الأهلي بيلعب بيها بمواليد 2005. علي معلول شارك في مباراتين، المباراة الأولى كان نزل بديل وعمل اسيست لقفشة، بس لم تسجل اللعبة بسبب خبطت في اللاعب سمير محمد على خط المرمى ولم تسجل. تاني مباراة علي معلول كان قائد النادي الاهلي، اتهزم الاهلي، بس علي معلول ما كانش على الاقل سيء، يعني كان على الاقل في مستواه 50%. نيجي بقى لمارسيل كولر. مارسيل كولر بيكابر لحتى هذه اللحظة ان علي معلول لم يتواجد معاه في مباراتين صن داونز. هيتم الاعتماد على بنسبة 99.9 على احمد نبيل كوكا. طبعا احنا عارفين برضو ان كريم عمر كمال عبد الواحد بيلعب باك ليفت، هيتم تجهيزه ايضا لهذه المباراة. واحمد نبيل كوكا من ساعة مباراة المنتخب وهو راجع مصاب ومش جاهز بدنيا او رجله مش في الملعب، فانا كنت اتمنى مارسيل كولر يبدأ يجهز الفترة اللي فاتت علي معلول عشان ما يتفاجئش في مباراة زي ديت. علي معلول الاهم في المباراة ديت ليه؟ لان عنده خبرات كبيرة، لعب الماتشات دي كتير، عارف يعني ايه افريقيا، عارف يعني ان انت تلعب الساعة 3 العصر خارج ارضك، عارف حاجات كتير. علي معلول هو من كباتن النادي الاهلي وعارف يعني ايه قيمة تيشيرت النادي الاهلي، فدي حاجات كتير هتفرق في مباراة زي دي. مش عايز اقول اهم مباراتين في السيزون للنادي الاهلي اهم من مباريات كاس العالم، انا في اعتقادي مباراتين صن داونز في دوري ابطال افريقيا من وجهة نظري اهم من مباريات كاس العالم، لان انت في بلغة الكورة طار بينك وبين صن داونز، انت ما بتعرفش تكسبها، ودايما بيكسبوك خارج الارض بنتائج كبيرة، يعني 5-0 مرتين او 5-2 تقريبا، مش فاكر مش متذكر جيدا يعني، بس هم بيعرفوا يكسبوك خارج الديار بنتيجة كبيرة. وبرضو انت ما بتعرفش تكسبهم في مصر، يعني انت ما بتعرفش تكسبهم بنتيجة برضو في مصر، فاعتقد ان المباراتين دول مهمين جدا. وغير كده ان انت بتلعب في سيم فاينل دوري ابطال افريقيا، ودوري ابطال افريقيا مهم لان هو اللي بيوديك لكاس العالم. انت رايح كاس العالم وعارف انت هتوصل فين، انت مش رايح تاخد كاس العالم بس، انت رايح عايز تصعد تصعد في المجموعة بس. ده اعتقد ده طموح النادي الاهلي، ما اعتقدش ان هو هينافس ابعد من كده يعني. فالمباراتين دول مهمين، والدوري المصري بنسبة 80% ما بعد عنك خلاص بعد التعادل
الاخير بطعم الهزيمه في مباراه بيراميدز الاخيره. فاعتقد دي او دولت المباراتين الاهم في السيزون للنادي الاهلي، ولازم يركز فيهم جيدا. ولازم كولر، عشان كولر بقى على المحك مع الاداره. كولر خلاص يعني كان في الاداره منقسمه ان هو يرحل بعد مباراه بيراميدز، بس كابتن خطيب وبعد من مجلس الاداره ادوا له الثقه وجددوا فيه الثقه ان هو يستمر المباراتين سان داونز ويتم دفع كولر. كابتن خطيب سافر مع البعثه لجنوب افريقيا عشان يدعم الفريق ويدعمهم نفسيا. انا شايف ان المباراه ديت محتاجه دعم نفسي اكتر من اي دعم تاني. انا شايف ان كابتن محمود الخطيب، معرفش حضراتكم شايفين كده ولا لا، خد القرار الصح ان هو يجدد الثقه في مارسيل كولر، لان الفتره دي صعبه جدا ان انت تجيب مدرب جديد على الفرقه في 3-4 ايام عنده مباراتين مهمين جدا ومصريين، وان هم هيوصلوك نهائي افريقيا، وتجيب مدرب جديد. المدرب هيقول لك ابسط حاجه هيقولها: انا مش مطالب احقق نتائج او احقق اداء في الملعب في الفتره ديت، ولو خسر مباراه سان داونز مش هتلومه باي شكل من الاشكال. فانا شايف ان قرار تجديد الثقه في مارسيل كولر وانه يستكمل لبعد مباراه سان داونز قرار صائب 100%. ان انت الاستقرار مهم جدا في الفرقه، وانت داخل على فتره حساسه جدا، يعني مش هتستحمل اي اخفاقات في الفتره اللي جايه. فاتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في مباراه سان داونز، وطبعا بيراميدز في مباراه ارلاندو بايرتس في جنوب افريقيا. ايضا في فرق برضو الاتحاد الافريقي، انا يعني كنت حابب اتكلم عليه في فيديو كامل، بس هنتكلم عليها في 5 ثواني كده. الاتحاد الافريقي ازاي يلعب مباراه الاهلي الساعه 3 العصر، وازاي يلعب مباراه بيراميدز الساعه 6؟ فدي برضو حته من الاتحاد الافريقي يعني مش كويسه. لازم يبقى فيه تجديد كده لافريقيا، ولازم يبقى فيه شغل جديد. فاتمنى كل ده يتصلح مع الوقت، وشكرا.